ليه أول ما تحط راسك على المخدة دماغك تفتكر كل الحاجات اللي نسيتها طول اليوم، يعني طول النهار وانت مشغول، وأول ما تقول يلا بقى أنا هنام دماغك تقولك فاكر الموقف اللي حصل سنة 2012؟ طب فاكر الموقف اللي حصل سنة 2009؟ طبعا تبتدي تفكر في كل حاجة، من أول الأكل اللي نسيته برا التلاجة لحد إذا كنت فعلا غيرت كلمة السر بتاعت الإيميل ولا لأ. والعجيب إنك تبقى نايم خلاص وفجأة تقوم تقول استغفر الله العظيم أنا نسيت أملى الإزازة. طب وإيه يعني؟ هي الإزازة هتزعل؟ بس المصيبة بقى مش هنا، المصيبة لما تفتكر حاجة وجواك حوار كامل تبدأ تناقش نفسك. طب لو كنت قلت كده ساعتها، طب لو رد عليا كده، يعني انت داخل مناقشة خيالية الساعة 3 الفجر والنهاية انك بتخسر الحوار برضه. وفي نوع تاني من الناس اللي دماغهم تعمل جدول حياة قبل النوم، يعني بكرة هقوم بدري اتمرن اتعلم كورس اظبط اكلي وبعدها ينام، يصحى 12 الظهر ويفتح الموبايل ويقول خلاص بقى نبدأ من بكرة ان شاء الله. بس بصراحة الدماغ دي مش دايما بتكون شريرة، دي ساعات بتفكرنا بحاجات محتاجين فعلا نراجعها. بس يمكن لو كل واحد فينا كتب أفكاره قبل النوم بدل ما يخزنها جواه كان نام وهو مرتاح. بس لأ، احنا بنحب الدراما حتى في دماغنا. فالمرة الجاية لما دماغك تبدأ الحوار الليلي قول لها ببساطة دمتي سالمة يا دماغي ونامي بقى، وشوف هي هتسكت ولا لأ. وخليك دايما فاكر ورا كل وش نايم في سلام دماغ بتفكر في 1000 حاجة. دي كانت حلقتنا النهاردة من خلف الشاشة. لو دماغك عاملة فيك نفس الحركات دي سيبلي كومنت وقول لنا بتفكر في ايه قبل ما تنام. تصبحوا على دماغ هادية، ولو حصل غير كده دمتم سالمين. شاركوني دايما في التعليقات بمواضيع جديدة تهمكم وأفكار جديدة عايزين تعرفوا خلف الشاشة بتاعها وورا الكواليس بيقول ايه، ونفتح خبايا ومسلسلات جديدة. استنوا اللي جاي وما تنسوش الاشتراك.